السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتابعين الأعزاز والغاليين، كنتمنى من الله العلي القدير أنكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وأحسن الظروف. وانتم كتشاهدوا معنا هذه الحلقة المتابعين اللي فيها أكثر من موضوعين بطبيعة الحال. غادي نتكلموا على سكينة بن جلون، غادي نتكلموا على سكينة مغربية في ماليزيا، كذلك غادي نتكلموا على الخرجة ديال الأستاذ الصوفي والأستاذ الشاتو فيما يتعلق بقضية البدوية، وانطلاقا من هذه الحملة ديال زيرو تفاهة اللي كما كيعرف الجميع وصل الصوت حتى لقبة البرلمان. ملي كنقولوا وصل الصوت حتى قبة البرلمان، بمعنى أن القضية كبيرة وغادا تكون فيها امور اللي ما باغيش نعطي احتمالات شنو غيوقع من هنا لقدام، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك واليوتيوب، هاد جوج المواقع هادو. المهم كيف ما شاف الجميع بطبيعة الحال، كان واحد الطلق ناري بهذا المفهوم ديال اوزين على الناس اللي كتخلص وكتاخذ دعم من الدولة، كذلك من عند المواطنين، في سبيل انهم يوعيوا وينشروا حويجات زوينه، ولكن بالمقابل شنو كيديروا؟ فيما كان شي تافه او تافهه او شي حاجه عندها علاقه بالتفاهه، ولا شي حاجه عندها علاقه بقله الحياه، عندها علاقه بالاخلال بالحياء العام، يعني كيجيبوها. وكان رد قاسي من كما كنقولوا وزير الكراطه. بطبيعه الحال ناقش هو فاش ناض ليه المنبر ديال شوف تي في شخصه دريس شحتان، ردا عليه كان كيجبد ليه ديك الواقعه ديال الكراطه وكذا وكذا، ورد عليه قال له ودي انا راني كما كنقولوا انا بغيت نمشي ونتحمل المسؤوليه وكذا وكذا. المهم حنا غادي نهضروا على الجوهر الا وهو محاربه التفاهه. المهم قبل ما غادي ندخل في هذه المواضيع كاملين، اخواني اخواتي، ما تنساوناش من واحد التشجيع ديالكم، لايك ديالكم، فقط غير لايك ديالكم كافي لينا. اخواني اخواتي، غادي نبدا بالتوضيح اللي وضحات سكينه مغربيه في ماليزيا، وداك الشيء اللي كان وقع مع الزوج ديالها، ديك الصدمه ديال انك كنتي فرحان وبين لي وقيله ديك العشيه ديك الفرحه ولات صدمه. تخيل انسان كتبكي كتضحك في الصباح، بالليل كتبكي، انت صحيح في الصباح، بالليل كتمرض، انت عندك امل في الصباح، بالليل راك محطم. المهم شفنا التبرير ديال سكينه، تكلمت على بزاف ديال امور اخرى كتقضيها في الخفاء، يعني باش تعرف راه كما كنقولوها وكنعاودوا ناكدوها، لا يعقل انك انت كتنشر واحد الخطه ديالك مستقبليه، وكتنشر محادثات ديالك مع الزوج ديالك، وكتنشر تصاور ديالك، يعني بدون ما يدري فيهم. راه ما غاديش يكون مراقبك، اكيد مراقبك، اكيد تيطلع لك، اكيد كيعرف اشنو كتقول والخطط المستقبليه، شنو كتفكري من هنا لقدام. بعض الناس سامحهم الله كيقولوا اودي بان سكينه كتكذب وكذا وكذا، لا حكا راه خاصها تمشي على الاقل عجبها اليوتيوب تخدم. نعطيكم واحد الجواب باختصار شديد. انا وعد بلا ما قلت انا غادي ندفع مثلا واحد الدوله فيزا سياحيه عادي جدا، 6 شهور 3 شهور. المهم واش المتابعين العزاز، انا غادي فيزا سياحيه، واش يمكن لي انني نمشي نخدم عند شي واحد ولا نخدم في شي اداره؟ مستحيل. القانون الماليزي كذلك بهادشي اللي عند سكينه سباوس فيزا ولا فيزا زواج ولا هادشي، ما غاديش يخول لها انها تخدم، غادا تخدم في شي امور اللي كما بغينا نقولوا بحال شكل اللي غير مقننه غير مؤطره بهذا المفهوم هذا. تخدم في اليوتيوب، دير اشهارات، وراه قالت القضيه ديال العبايات وهذا الشيء هذا راني كندير اشهارات، راه خدمتي وعندها الصح. لان نعطيكم غير واحد الحاجه، واش ملي كيكون شي مشكل عند شي واحد، كيكون شي مشكل عنده، دابا الله يستر لا قدر الله انا عندي مشكل، واش غادي نبقى غير جالس وتنشوف ذاك المشكله المتابعين وكنشوف فيه يتحل؟
ما نجيش نخدم على راسي مثلا وندير فيديوهات ونصور ونعرف اش واقع ونناقش مواضيع، نبقى غير جالس مع داك المشكل. داك المشكل خاصو واحد شهرين ولا 3 شهور ولا اكثر باش يتحل. واش نبقى غير جالس؟ راه في نهايه المطاف راه ما كاينش اللي غادي يسول عليك ويقول لك هكا باش تقضي هذا الشهر هذه، غير باش الناس تفهم. راه ضروري ومؤكد في عز المشاكل، في عز هذا، الا قدر الله كاين بعض الحالات اللي الانسان راه كيغبر فيهم، كتكون موت بزاف ديال الامور كيغبر، ولكن مشاكل عائليه اسريه بسيطه، فالانسان كما كنقولوا كيخلي داك الوجه الشاحب برا وكيدخل قدام المتابعين بوجه اخر اللي غادي يهضر فيه بموضوع وكينسى مشاكله. اما اللي كيشارك اللي من المحتوى ديالو انه كيشارك الحياه ديالو والروتينات ديالو والاشارات ديالو، فراه عادي جدا انه غادي يناقش مع المتابعين ديك المساله. واحد القضيه اخرى، وانا كنفكر، قلت لسكينه علاش، قلت لها ماشي زعما هنايا في الفيديو، قلت اودي علاش ما ديرش واحد الحل اللي اعتقد جازما بانه هو الحل الانسب. بيني وبينكم اعتقد جازما بانه هو الحل الانسب في ظل هذه الوضعيه هذه اللي السيد كيتلوط لها باغي يشحطها. هي باقا ما قادراش انها تخدم مثلا في شي خدمه اللي قاره باش انها تبني وثائق وتبني ورقه. كتقول لك الزوج تا هو راه براسو ما خدامش وخاصو كفيل. هذا هو القانون. راه حتى في اوروبا الا ما كنتيش خدام راه كارثه عاوتاني. كتوصل لواحد السن ما وصلتيش ما خدمتيش، كاين شي حاجه سميتها الشوماج، ولكن داك الشوماج راه ماشي زعما غير غيصدقوا عليك، لا راه كاينين تبعات، كاين امور اخرى. فما بالك بماليزيا؟ ماليزيا واخا هكاك عندها قانونها بوحدها، يعني قانون صارم في هذا الباب. فانا قلت علاش لا، وكون كنت مثلا في ديك الوضعيه انا غادي ندير هذا الحل. شنو غادي ندير؟ مثلا انا سيدي ما نمشي معكم باقل مستوى كاين هو بكالوريا. اقل ما كاين هو بكالوريا. غادي نبحث في الانترنت، على الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح. جامعات كيقبلوا طلبه ذات استقطاب مفتوح، يعني ما كاينش شي شروط ديال العمار. خاصك مثلا واحد هادي، كاين شروط ديال اللغه ما نهضروش عليها. شروط ديال اللغه مثلا اتقان اللغه الانجليزيه، الايلتس ولا التوفل ولا داكشي ساهل، داكشي عادي جدا. داكشي امتحان كدوزو واقيلا بواحد 3000 درهم ولا هذاك يعطيك انك تدخل ديك الجامعه اللي بغيتي. فعلاش لا سكينه ما تاخذش هذا الباب هذا غير طريق؟ هو راه عصفورين بحجر، ولكن تاخذوا كباب باش تاخذ الفيزا دراسيه. وفي ديك الفيزا دراسيه يعني تقبلها شي جامعه مثلا، على الاقل غادا دير اجازه فيها 3 سنين، ما يمكنش تطيح عليها 3 سنين. يعني ها انت هنايا 3 سنين شنو غادي دير؟ غادي تبقى تقرا عادي. راه لي كوره ماشي ضروري غتكون حاضر تمايا، راه ماشي ضروري تكون حاضر، راه كيكونوا بعض المرات اونلاين، كيكونوا طلبه كيعطيوك كذا بزاف ديال الامور. علاش ما تفكرش في هذا الباب هذا؟ وكاينين جامعات اللي رخاص، وكاينين جامعات اللي كيخلصوا، كاينين جامعات حكوميه اللي مجانيين واخا قلال وكيكونوا فيهم شروط صعيبه شويه. ولكن الا كان خلاص دابا الفلوس كتمشي عندها يعني بدون فائده، بدون مخرج. ولكن الا خديتي مثلا واحد 3 سنين وبديتي كتشارك مع المتابعين روتيناتك وقرايتك واجواء ديالك واخر المستجدات، لان سكينه ما يمكنش انها غتبقى تنشر المستجدات ديالها كل نهار، لان في ذلك تنبيه للطرف الاخر باش انه يدير اتونسيون. اوكي، فما عليناش ديك 3 سنين تخدم شحال غادا تخسر كاع مثلا. كنظن واحد 3 سنين غادا تخسر فيها تقريبا واحد 10 المليون ولا 9. ولكن في نهايه المطاف في هذيك 3 سنين ديك الساعه كتكون عندك فيزا دراسيه. في غالب الاحيان كيعطيوك واحد 2 ولا 3 السوايع كتقضي بها، كتخدمها، ما كتفوتهاش. في غالب الاحيان كتخدم ديك 2 سوايع ولا 3 السوايع لسد حاجياتك اليوميه، غير اليوميه باش ديبلاصا كذا، وما كتكونش يوميا من السبت للسبت، لا كتكون شي 3 ايام ولا 4 ايام في السيمانه. ها انت بديتي كتقلب على حل. ثانيا في نهايه المطاف راه بطبيعه الحال اللي بغى يقرا راه غيقرا، راه غادا الى عطات واحد شويه الخاطر راه غادا تاخذ داك الدبلوم ديالها ديال 3 سنين. يخول لها ان مثلا تشتغل في التدريس تمايا، ولا تشتغل في
حاضنه ولا في شي، المهم في شي حاجه اللي عندها علاقه بداك اللون. احسن بعدا كنقول احسن ما تبقى كل مره تجدد فيزا سياحيه، فيزا سياحيه، فيزا سياحيه، فيزا سياحيه كل 3 شهور 3 شهور. يعني هذا بالنسبه لي حل، واخا فيه شويه الفلوس، فيه شويه تضحيات، ماشي بالسهل. انا سولوا المجرب لا تسولوا الطبيب، باش توازن ما بين حياتك الدراسيه وحياتك المهنيه وحياتك الاسريه، راه خاصك تكون سيدي ومولاي. باش نعطيكم نيش انا المتابعين، والله ليس بالسهل. انا اعيش هذه الظروف. دابا تندير ماستر ديالي، خاصني نديبلاصا، عندي حياتي الاسريه، المراه فاتحه، خاصك طيب معاها، تشطب معاها كذا، وعاد زيد عليها حياتك العمليه. ما يمكنش تبقى شاد هذا الشيء هذا منين غيجيوك فلوس. يعني كاين شي حاجه اخرى خاصك تخدم من الفوق. يعني من الصعب جدا، ولكن ليس بالمستحيل، ليس بالمستحيل. المهم، فالله يدير لها تاويت الخير، الله يدير لها تاويت الخير. وهادو هما المشاكل الاسريه. راه الا تكلمنا على المشاكل في ماليزيا، راه عندنا مشكل اخر في المغرب. الناس كيقول لك لا اجداك اودي راه في المغرب ويوقع لك هذا المشكل. خير نموذج سكينه بن جلون. هاد السيده هادي اللي تم الحكم عليها ب3 أشهر نافذه وغرامه ماليه لفائده الزوج وعاد تحميل الصوائر. صاحبة أشهر طلاق بالمغرب، أشهر والأغلى طلاق بالمغرب بهذا المعنى. تخيلوا المتابع. أنا بالنسبة لي إذا بغيت نقول لكم أتعاطف معها غير من ناحية أنها أنثى وعندها وليدات، ولكن الأفعال اللي قامت بها، أنا شفت الأب ديالها، واسمح لي با حنيني هذاك الكلام اللي قلتي، راه الابنه ديالك تتحمل المسؤوليه. باش نكونوا واقعيين، الزوج غلط بطبيعه الحال، ولكن الا جينا نحلوا المنطق، راه ما يمكنش واحد الزوج مثلا عايش حياته، قالوا لي غتخلص واحد القده في الطلاق، غادي يخلصها اللي ماشي بالساهل، وغادي يمشي يعيش حياته عادي جدا مع موظفين، مع ناس اللي وازنه، مع ناس خدامين، سيد بيزنس مان، وتخرج الطليقه ديالك وتبقى تقول لك كلام اللي يستحيي منه حتى الشيطان. راه لا يعقل. واخا تصبر حتى تعيا، غتصبر المره الاولى والثانيه والثالثه، ولكن ملي كتجي وكتشوف بان الطليقه ديالك دارتك محتوى، فهنا حاجه اخرى. وسمحوا لي المتابعين، انا صريح في هذا الباب هذا. سيده اتعاطف معها فقط لانها مراه مغربيه انثى، بغض النظر داكشي اللي داز عليها، قلنا التجأت للقانون، خدات حقها ثاني ومثلث وكذا. يعني ما لم يسبق لي انا رايت طلاق من غير ديال سميره ومربوحه وشي حاجه بحال هكا. يعني من النساء اللواتي يعني كان هاد الطلاق بهاد النتيجه. ولكن باش ان عاوتاني الزوج كان يدير قرصه اذن، غيدير غير قرصه اذن، يجبد لها غير وديناتها تا لهادي، ويجي ويقول لها شوفي على وجه دوك الوليدات انا غادي نسمح لك، ولكن تعاودي وندير معاها التزام، تعاودي تطلعي في شي منبر ولا شي لعيبه ما نعقلش عليك. هذه كان يديرها. ان الاب ديالها قال لك اودي، سولوا الصحفي قال لي واش درتوا شي محاولات، قال لي درنا محاولات ومحاولات في الاشاره للزوج، راه زعما درنا وكذا. ولكن قال لي شنو توجه لي الكلام، قال لك بيني وبينه القران، بيني وبينه القران كتاب الله بحال هكا كتاب الله. فانا لا الوم الزوج في القضيه ديال انه تابعها قانونيا، لا الومه، ولكن اللوم اللي غادي نلومو هو ديك القضيه. صافي ملي حسيتي بالسيده صافي تخنقات، صافي عرفت راسها بانها هي عيقات، باش نجيكم نيشان عيقات، طلع في تيك توك ولا ما نعرف شنو داكشي، كتقول كلام يعني لا يليق، كلام لا يليق بخطره. باش نكونوا واقعيين، هذا ما وتسمح لي انا ما عندنا ما ندرقوا الشمس بالغربال، هذا هو الواقع. ولكن باش انني نمشي معاه في ذاك الاتجاه وتعجبني المشاهده وتعجبني الشهره ونبقى نطحن واحد الانسان، فشويه قاصحه المهم، القضاء قال الكلمه ديالو، الله يدير لها تاويت خير، وكان القضاء رحيما بها. وراه تحمد الله وتشكره، تحمد الله وتشكروا على هاد 3 شهور، تحمد الله وتشكروا على 3 شهور. راه كاينين متابعات تقريبا في هذا الباب، وهذا راه وصلت الاحكام يعني السنه، وما كانش التنفيذ. يعني على حساب ديك الساعه الرؤيه القانونيه للسيد القاضي، والظروف الشخصيه، الظروف الاجتماعيه، السوابق، يعني بزاف ديال الامور اللي حاطهم المشرع. راه تحمد الله وتشكره. المهم،
فغادي نسدوا هذا القوس وغادي نتكلموا على القوس او الموضوع ديال البدويه اللي جابته الهضره، بما اننا نتكلم على هذه القضيه باش يعرف الجميع باش كنهضر على البدويه راه ماشي كنقول غير البدويه، كنقول جميع الناس اللي حيت البدويات انا اعتبرها ظاهره البدويه، الخروج في اللايفات، السب والقذف، السعايه الالكترونيه، البكاء وكذا وكذا كذا. ولكن ملي كنجيو كنشوف ان جميع الانظار شاده غير في نعيمه البدويه شخص كشخص، يعني هنا اطرح علامه استفهام، واش غير نعيمه البدويه اللي كدير هذا الشيء؟ واش زيرو تفاهه غادي كاينه غير نعيمه البدويه؟ كاينين نعيمات وكاينين بدويات وكاينين الناس اللي تجبدوا في هذه القضيه هذه، يعني لم نعد نسمع عنهم شيئا. هذه وحده. الثانيه كنشوف واحد الخروج ديال الاستاذ المحترم السي الصوفي وكذلك السي الشاتو، يعني لا زالوا مصرين. يعني هنايا غادي تولي واحد الحاجه، غادي يتحول واحد الاتجاه لواحد الجهه اخرى، بما ان يقال ويشاع على ان البدويه هي دعات هذا المحامي هذا. يعني هنا كنتكلم على حرب الشكايات وشكايات متبادله وكذا، فهذا كيزيد يأجج الوضع. حتى دابا تخيلوا معايا الاستاذ كانت عنده جلسه في المحكمه ديال الجديده وكذا قضيه اخرى وموضوع اخر، وفي نفس القضيه غادي يجي وغادي يتكلم على البدويه وينفي انه توصل بشي شكايه ولا شي حاجه، وما زالوا مصرين على انهم غاديين يكملوا المساطير، وبان هذا الشيء كامل ما هو الا عصاف الرويضه باش ما يكملوش المسار ديالهم. فالمسار ديالهم الله يسهل عليهم فيه، الله يكمل عليهم بالخير، الله يعينهم للقضاء على التفاهه، لاننا غاديين وكنشوفوا ان الامور غاده للأسوأ، غادا غير للأسوأ ماشي للأحسن، غادا الكرف. وبل بالمقابل كاع سمعنا ايضا بان ربما غادا تكون عرائض وربما شكايه اخرى من عند المحامي الشتات كذلك، وتكون عريضه باش انهم يدفعوها على ان كاينين مغاربه كذا كذا. غير هو انا شخصيا كنتمنى ان هاد الحمله ديال زيرو تفاهه تبان، حيت دابا شوف الحمله ديال في البدايه ديالها راه ماشي هي دابا وماشي هي في النهايه، راه كانت واحد يعني جميع المنابر كاع اليوتيوبرات وكاع المنابر ودازت حتى في دوزام وفي هذا، راه كانت واحد الحمله قداش، ودابا غدا وكتهبط. يعني اش غنقول لك، نتمنى انها تعم كاينين بعدا انا بعدا كيطلعوا لي شي فيديوهات، راه والله العلي العظيم لو كنت في مركز القرار هذوك راه ما نخليهمش يريحوا ساعه قدام الكاميرا، انه اخلال بحياء بالحياء العام ودمار للاسره المغربيه. باش نجيكم من الاخر، راه ناس كتاسبيرا من هذوك ماشي مؤثرين تافهين، ناس كتولي تقلدهم يعني ولادنا غيضيعوا بهذا المفهوم هذا يعني. ولكن شكون اللي كيدار عليهم؟ واحد ما كيدار عليهم. يعني كاينين واحد الناس اللي على رؤوس الاصابع. المهم لا داعي باش اننا نكملوا الموضوع. فهذا اللي كاين اخواني اخواتي، غادي نقول لكم الى هنا تنتهي هذه الحلقه. شكرا جزيلا لكم على حسن متابعتكم وحسن اصغائكم. نضرب لكم موعد ان شاء الله في شي فيديو اخر، شي فيديو قريب. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.